مساء الفل. في صفقة في خلال يومين ثلاثة لو تمت هتبقى أهم صفقة أو الصفقة المفاجأة في العالم من أول تقريبا ما كرة القدم اتعملت يعني. الصفقة دي هي خناقة كل سنة بين مبابي ما بين باريس سان جيرمان وما بين ريال مدريد. دلوقتي بقى في اليومين ثلاثة اللي جايين دول ممكن نلاقي مبابي في الهلال السعودي. دي المفاجأة. الهلال السعودي هيسافر النهارده او بكره وفد لباريس، هيتكلم مع مبابي على تفاوض على العقد بتاعه، ممكن يلعب في الدوري السعودي. عارضين على مبابي 300 مليون يورو عشان يجي يلعب في الدوري السعودي. هل مبابي هيلعب في الدوري السعودي وهيسيب ريال مدريد ودوري ابطال اوروبا ويلعب في الدوري السعودي ودوري ابطال اسيا؟ الحركه دي لو حصلت، رونالدو لما راح النصر فتحت باب اللعيبه اللي معديين ال 30 زي بنزيما ماشي، كانتي ماشي، اللعيبه دي ان هي تيجي الدوري السعودي، او اللعيبه اللي هي الصف الثاني اللي هي مش نجوم كبار اللي هم يجوا الدوري السعودي. حركه مبابي ممكن تعمل انقلاب في سوق الانتقالات العالمي، ان هي اللعيبه الصغيره اللي تروح الدوري السعودي. امبابي لو راح الدوري السعودي ممكن تلاقي اي لعيب بعد كده عادي خالص عادي خالص واخد كاس عالم ويروح لعيبه صغيره، لعيبه بروميسنج اللي هم مستقبل في اوروبا لما يروح الدوري السعودي. ولو حصلت كمان الدوري السعودي هيتنقل نقله كبيره جدا، نقله زي نقله كريستيانو كده، في نقله تانية لما مبابي يروح الدوري السعودي. ايه اللي هيحصل؟ ده اللي احنا نعرفه اليومين ثلاثه الجايين. هل مبابي هيغامر ويروح الدوري السعودي؟ هل مبابي هيطلع الدوري السعودي سنه وبعد كده يطلع ريال مدريد يعملوا كوبري زي الكوبري الدنماركي كده، هيبقى الكوبري السعودي ويطلع بعد كده على ريال مدريد؟ ايا يكن الموضوع، بس مجرد انتقال مبابي للدوري السعودي هتفتح المجال للعيبه كتير جدا 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 صغيرين ان هم يروحوا الدوري السعودي. الدوري السعودي هيتنقل في حته ثالثه غير لما كريستيانو كمان راح. هنشوف كده كمان يومين ايه اللي هيحصل. شكرا.